هجمة فرنسية جديدة على الجزائر. هذه المرة ليس برونو روتاي وزير الداخلية الفرنسي هو الذي يهاجم الجزائر. برونو روتاي المرة هذه بريء وخطير، ما هاجمش الجزائر. في رايكم خوتي، من يقود هذه الهجمة الفرنسية الجديدة على الجزائر ومن داخل فرنسا؟ والمؤسف واللي يخليك تتعجب عندما تعرف وش هي الأسباب اللي خلات فرنسا هذه المرة تتهجم على الجزائر. تعرف باللي المسؤولين الفرنسيين مهابل على الآخر، وما عندهم حتى ذرة عقل، وأغبياء لواحد درجة ما تقدرش تصورها. لدرجة أنه الصحفي الفرنسي اللي يسميه ميشيل أباتي واش قال؟ مستوى الغباء يتصاعد يوميا في فرنسا لدرجة الغرق. صارت مشكلة بين السلطات الفرنسية وشركة طيران إسرائيلية. وش هي هذه المشكلة؟ السلطات الفرنسية رفضت تجديد تأشيرة العمل في فرنسا لأعوان الأمن الإسرائيليين الذين يعملون في شركة طيران الإسرائيلية. لحد الآن الجزائر ما دخلتش في المشكلة وبعيدة كل البعد عن المشاكل. المشكلة بين السلطات الفرنسية وشركة طيران الإسرائيلية استغلها ماهر طالب. شكون هو ماهر طالب؟ هو صديق مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأيضا هو من اليمين المتطرف الفرنسي ومن اللوبي الصهيوني في فرنسا. استغل هذه المشكلة لتحريض الرأي العام والسلطات الفرنسية على الجزائر والجزائريين. في رأيكم خوتي واش قال؟ قال: فرنسا بدلا من الرد على الجزائر التي تذلنا يوما بعد يوم، ماكرون ينفس غضبه على إسرائيل المسكينة. ولحد الآن الجزائر ما زالت ما دخلتش في المشكل وبعيدة كل البعد عن المشاكل. وزاد كمل عليها المحامي اليميني المتطرف في فرنسا اللي يسميوه جيلبار كولار. المشكلة بين فرنسا وشركة طيران الفرنسية هي ظلم آخر لإسرائيل، أما الجزائر فتنتظر الطوفان. لحد الآن الجزائر ما زالت ما دخلتش في المشكلة وبعيدة كل البعد عن المشكلة. اليمين المتطرف يستغل المشاكل، سواء عندها علاقة بالجزائر سواء ما عندهاش علاقة بالجزائر، لتحريض الرأي العام في فرنسا على الجزائر والجزائريين، ودفع السلطات الفرنسية للتضييق على الجزائر والجزائريين، وخاصة الجزائريين اللي عايشين في فرنسا. خوتي، وش رايكم انتم؟ ماذا يريد اليمين المتطرف من عند الجزائر والجزائريين؟